ازاي الحركة بتحصل، وازاي بيحصل انقباض عضلي، وازاي بنوصل للفشل العضلي، وايه اللي بيحصل في العضلة لما بنوصل له. كل الأسئلة دي هتعرف إجابتها بعد الفيديو ده. أنا كابتن محمد عزب، ودي قناة عشان الفورمة، وهدفي إني أساعدك توصل لأفضل نسخة من نفسك في الصحة والرياضة وأسلوب الحياة. أنت عمرك جبت كيلو لحمة ولقيته بيتحرك؟ بس أنت لو جبت نفس كيلو اللحمة ده وبدأت إن أنت تكهربه هتلاقيه انقبض وتقلص وبدأ يعمل حركة. فده معناه إني لما أقول لك حركة ما تفتكرش إن الجهاز العضلي لوحده. الحركة بتحصل لما عصب يكهرب عضلة فتبدأ تكون لي وحدة حركية. فتعالى بقى خليني أقول لك آلية الانقباض العضلي دي بتحصل إزاي أصلا. الإشارات بتبدأ تيجي من المخ وتنتقل إلى النهاية العصبية اللي هي مرتبطة بالعضلة، وأول لما الإشارة دي بتوصل بتبدأ تفتح بوابات، ودي بوابات من النوع الكهربي. وأول ما الكالسيوم ده يبدأ يدخل بيبدأ ينكش في الحويصلات العصبية، ودي مخزنة جواها مواد ناقلة عصبية. والحويصلات دي أول ما تنفجر بيبدأ يخرج منها الأسيتايل كولين، وهنا بيكون في مستقبل للأسيتايل كولين ده. أول ما بيبدأ يترابط ويمسك فيه بيفتح لي بوابات كيميائية خاصة بالصوديوم، وبتبدأ على الفور تضخ كميات من الصوديوم جوه العضلة، والصوديوم ده بيحمل شحنة موجبة. فأول ما بيدخل بيبدأ يلاشي فرق الجهد السالب اللي في العضلة. معنى كده إن العضلة لما كانت مأنتخة ومرتاحة السطح الداخلي بتاعها فرق الجهد فيه كان سالب، فالصوديوم أول ما يبدأ يدخل وهو بيحمل شحنة موجبة بيبدأ يلاشي فرق الجهد ده لحد ما يوصل للصفر، وفي اللحظة دي بيبدأ يكون بداية الانقباض العضلي. طيب برضو ده بيحصل ازاي؟ الصوديوم لما بيبدأ يدخل جوه العضلة بيدخل على الشبكة الاندوبلازمية، ودي بتكون عبارة عن مخزن للكالسيوم جوه العضلة. اول لما بتفتح بيبدأ يضخلي كميات من الكالسيوم جوه العضلات. طيب برضو الكالسيوم ده لما انضخ جوه العضلات هيعمل ايه؟ هقول لك، بس بعد ما افكرك العضلات كانت مكونة من ايه. العضلة مكونة من خيوط رفيعة من الاكتين وخيوط سميكة من الميوسين، وعشان يحصل انقباض عضلي يا صديقي لازم الروابط المستعرضة اللي في الميوسين تبدأ تتلحلح من مكانها وتمسك في المستقبلات بتاعتها اللي موجودة في الاكتين. بس هنا في مشكلة هتقابلك، ان المستقبلات اللي الروابط المستعرضة دي بتمسك فيها متغلفة بغلاف اسمه التروبوميسين، والغلاف ده عليه قفل اسمه التروبونين سي، والقفل ده بقى مفتاحه ايه؟ الكالسيوم يا صديقي، اللي احنا قلنا ان هو الضخ في العضلة. فيبدأ الكالسيوم ده يفتح القفل ده عشان تظهر عندي المستقبلات الخيوط المستعرضة هتبدأ تمسك فيها. واول لما الروابط المستعرضة تشوف المستقبلات بتاعتها بقت مكشوفة بتبقى عايزة تروح تمسك فيها، بس للأسف ده ما بيحصلش، لأن الروابط المستعرضة دي عشان تبدأ تتحرك وتعمل أي حاجة بتبقى محتاجة ATP. فهنا ربنا يخلي لنا الميتوكوندريا الموجودة جوه العضلة تبدأ تاخد أكسجين بالتنفس الهوائي مع جلوكوز وتعمل دورة كليبس جواها وتطلع لي بالATP، أدينوسين ثلاثي الفوسفات. وده يعتبر عملة الطاقة في الجسم كله اللي بتخلي الروابط المستعرضة دي تتلحلح وتتحرك من مكانها وتمسك في المستقبلات بتاعتها. فهنا نبدأ ندي الروابط المستعرضة أدينوسين تراي فوسفات عشان تبدأ تتحرك وتمسك في المستقبلات بتاعتها، فهنا بتبدأ تحوله لأدينوسين داي فوسفات. وأول ما الروابط المستعرضة دي تمسك في المستقبلات بتاعتها بتبدأ تسحبها لورا أو تسحبها ناحيتها. طب بس كده؟ لا، بتبقى محتاجه ان هي تفك وتمسك في المستقبل اللي بعده وتسحبه هو كمان. بس احب اقول لك هنا ان هي عشان تفك بتبقى محتاجه ATP جديد، فتبدا تفك وتمسك في المستقبل اللي بعده وتسحبه ناحيتها، وتبدا تتكرر العمليه دي مره ورا مره ورا مره، وبيتكون عندي في النهايه الانقباض العضلي. طب كده انت فهمت بالتفصيل الممل الانقباض العضلي بيحصل ازاي. طب هل العضله هتفضل منقبضه كده للابد؟ لا طبعا، العضله محتاجه تفك ويحصل لها ارتخاء تاني. فده بقى بيحصل ازاي؟ عكس اللي احنا قلناه ده بالظبط. وهنا بقى بيظهر عندي انزيم اسمه الكولين ستريز، والانزيم ده يا صديقي بيبدا يكسر الاسيتايل كولين، واول لما بيتكسر المستقبل بتاع الاسيتايل كولين بيبقى حر، وبكده ما بيكونش فيه اشاره واصله للعضله، فبيبدا الصوديوم ينسحب من العضله تاني وترجع العضله تاني شحناتها تبقى سالبه. واول لما ده يحصل الكالسيوم هيبدا ينسحب مكانه تاني، وهنا الATP بتبدا تروح للروابط المستعرضه تقول لها اتفضلي ATP وفكي من المستقبلات بتاعتك، احنا عايزين نريح العضلة ونعمل انبساط. واول لما ده يحصل بيبدأ يحصل ارتخاء للعضلة مرة تاني.